زي ما انتم شايفين الوضع كده. الصورة بتيجي بتشبيحة وفيها خطوط زي ما انتم شايفين. طبعا المشكلة دي في البانل. هنفك الشاشة كده نطمن على الجهود اخبارها ايه، لان اوقات لما يبقى فيه نقص في الجهود بتاعت البانل، زي الفي جي اتش او الفي جي ال اللي بيعمل المشكلة دي. هنفك كده ان شاء الله الشاشة مع بعض، نشوف نحل المشكلة ازاي. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما فكيت البانل بره. دي مسطرة البانل ومدموج معاها التيكون. قربت لكم كده شوية هنا الفي جي اتش. دي التيست بوينت بتاعت الفي جي اتش اهي، وهنا كده التيست بوينت بتاعت الفي جي ال. قست الفي جي ال لقيته هنا تمام -6، والفي جي اتش هنا لقيته 23 فولت. ولما جيت هنا على الكوفة بتاعت الجنب هنا، اهي. طبعا انا جبت الداتا شيت هرفعها لكم دلوقتي على الشاشة. دي الداتا شيت بتاعت الكوفة. لقيت هنا ان دي الرجل 1، ودي النقطة رقم 2. النقطة رقم 1 هنا الفي جي اتش، والنقطة رقم 2 اللي تحتها دي الفي جي ال. فلما قست لقيت الفي جي ال موجود -6. الفي جي اتش على النقطة ديت ما لقيتهمش موجودين خالص. فهنقيسهم دلوقتي مع بعض ان شاء الله. هنجيب كده الملتيمتر بتاعنا، نشغل الجهاز باور. هنقيس اول نقطة هنا الفي جي ال -6 يا شباب. نقيس الفي جي اتش 23 فولت اهي، تمام. نيجي نقيس هنا على الكوفة بتاعت الجنب، نقيس الفي جي ال -6 اهو. نشوف النقطة رقم 1 اللي هي عليها الفي جي ال، مفيش فولت خالص عليها يا شباب. طيب هنحل المشكلة دي ازاي؟ طبعا لازم هنعمل لها تراك، لان كده في فصل في خط الفي جي ال من التيكون للكوفة بتاعت الجنب. نعمل البريدج هنا كده، وصلت انا التراك كده يا شباب. نوصل ان شاء الله الجهاز تاني ونقيس الكوفة، نشوف الفي جي اتش وصل للكوفة بتاع الجنب ولا لا. نشغل كده باور. قسنا احنا هنا الفي جي اتش 26 فولت اهو، حتى كان 23 فولت، رفع بقى 26، ثابتين اهم. نيجي نقيس على النقطة هنا 26 فولت اهم، تمام. وصلوا للكوفة هنا اهم، تمام.
هقفل البانل كده ونجرب ان شاء الله الصورة مع بعض، وان شاء الله يكون خير. تابعوا معايا. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما نزلت البانل. نجرب بس قبل ما نقفل. هوصل كده كابل الكهرباء، الليد الاحمر نور اهو يا شباب. اتك كده على زرار التشغيل. الحمد لله الشاشة فتحت تمام يا شباب. ده التراك اللي احنا عاملاه اهو، توصل من الكوفة اهو بتاعت الجنب، ولحمينه احنا في التيست بوينت بتاعت الفي جي اتش زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انا مش هسيبه كده، طبعا هنثبته كده بطريقة بحيث ان هو يعني ما يبقاش عرضة ان هو يتقطع لو الشاشة مثلا اتفكت تاني ولا حاجة. طبعا زي ما انتم شفتوا كده كان في قطع في المسار بتاع الفي جي اتش اللي هو من التكون للكوفة بتاعت الجنب، وملوش حل طبعا غير ان احنا بنعوضه بسلك زي ده كده. وطبعا جبنا الداتا شيت بتاعت الكوفة عشان نعرف التست بوينت بتاعت الفي جي اتش والفي جي ال فين بالظبط عشان نقيس عليهم. وقسنا الفي جي ال لقيناه واصل تمام. لقينا المشكلة في الفي جي اتش ما كانش قايس فولت خالص. ورفعت لكم الداتا شيت طبعا بتاعت الكوفة، وعملنا طبعا السلك زي ما انتم شايفين كده، والحمد لله المشكلة انحلت. يا رب نكون استفدنا من الحلقة، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.